فهنيئا لمن مشى في هذه الحياة وكتاب الله عز وجل بين خافقيه، وكتاب الله عز وجل في صدره، وكذا وكذا من سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يقوى بذلكم الحجة وتأتي المهابة من كتاب الله عز وجل ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هنيئا لمن مشى في أوساط الناس والأصول الثلاثة لديه أو القول المفيد، فكيف بكتاب التوحيد والذي سمعتم أنه ما ألف في الإسلام مثله، أعني كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أيها الناس، وكما تعلمون عظمة التوحيد وأنه حق الله الأعظم، وأنه أصل الإسلام، وأنه أصل الحسنات رحمكم الله، وأن لا نجاة إلا بتوحيد الله عز وجل، ولا فلاح ولا عز ولا نصر إلا لمن اعتصم بتوحيد الله عز وجل. فكم وكم من فضائل توحيد الله عز وجل. وكما هو معلوم أن التوحيد الذي هو حق الله عز وجل على عباده بأنه صرف ما يستحقه الله عز وجل لله، أو إفراد الله عز وجل بما يختص به من ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فكم من أناس لا يفرقون ولا يعلمون هذا، خاصة في مسائل توحيد الألوهية كما هو معلوم. فكم من أناس يترنمون بلا إله إلا الله آناء الليل والنهار، ونعم هذه الكلمة فإنها مفتاح دار الجنان كما تعلمون. أما إنها الكلمة العظمى، أما إنها الكلمة السواء، أما إنها الكلمة الطيبة، أما إنها الكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه، ولكن كثيرا من العباد يرددونها كحال النائم أو السكران. فكم من قائل لا إله إلا الله ثم تجدونه يستغيث بغير الله عز وجل ذابحا لغير الله خوفا أو رهبة أو تعظيما عياذا بالله عز وجل، أو ناذرا لغير الله عز وجل، أو ذاهبا إلى السحرة الكفرة والعياذ بالله، أو متطير أو ما إلى ذلك مما ينافي هذه الكلمة أو ينقصها عياذا بالله رب العالمين. كم من أناس يقولون لا إله إلا الله، فإذا سئل أين الله فما يدري أين ربه، أفوق رأسه أم تحت قدمه. فكم من العباد من إذا قيل له أين الله إما أن يشير إلى كل مكان أو أنه في قلوب أهل الإيمان. وكل هذه من الضلالات بل قد تصل إلى حد الخروج من دين الله عز وجل.